كلمات أحرفها نور، بالحب وبالشوق ضرور، وهواها البيت المعمور، ونداها يرتفع إليك لبيك إلهي لبيك. الله 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 الله. قبس من صيد الرحمن يسبح في نور الإيمان، ويلبي داعي القرآن، فتهيم الأرواح إليك لبيك إلهي لبيك. الله الله الله. الحمد لله المحتجب بالجلال والمتجلي بالجمال والكمال، سبحانه لا يصوره وهم وخيال، ولا يحصره حد ومثال. وأصلي وأسلم على هادي الأمم وماحي الظلم وخير العرب والعجم، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا تأملنا الكون سنجد أن الاختلاف سنة كونية. الكون بني على الاختلاف، لم يبنى الكون على الوحدة ولا على التشابه. هنجد في الكون كل شيء وعكسه، في شمس وفي قمر، في أرض وفي سماء، في مية وفي نار، في الرجل الطيب المسالم وفي الرجل الشرير العدواني. كل شيء في الكون موجود ويوجد نقيضه. والاختلاف دوت لما نرجع للقرآن نلاقي ربنا بيقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يبقى لو أردت أنه يجعلها أمة واحدة كان جعلها. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يبقى ده الاختلاف من علل الخلق. طيب لما نتأمل مثلا وننظر غذاء الإنسان، هتلاقي أي مخلوق في الكون، أي طائر أو حيوان، غذاؤه بالكثير صنف واحد أو بالكثير أو صنفين ثلاثة. يعني مثلا لو جيت أسد الغابة يأكل اللحم، طب حط له مثلا حزمة جرجير مش ممكن، ما يقربش عليه. لكن تعالى هات حزمة الجرجير دي واديها للأرنب تلاقيه كلها، حط له اللحم بتاع الأسد ما ياكلوش، لأن هو الغذاء بتاعه صنف واحد اتنين تلاتة بالكتير. إنما الإنسان تبص تلاقي ربنا عمل لك قايمة كبيرة أو متنوعة، وكأنك قاعد في مطعم 5 نجوم. الإنسان يأكل اللحوم ويأكل النباتات ويأكل الحبوب، جميع أنواع الأشياء ربنا جعلها لك موجودة تأكل منها. وبعدين كل شيء طعم غير الآخر. يعني لو مسكنا الفاكهة مثلا نجد فيها 1000 صنف وصنف، كلها بتشترك في إن ده مذاق فاكهة. لكن مثلا طعم العنب غير طعم الموز، غير طعم البلح، لكن دي فاكهة ودي فاكهة ودي فاكهة. البلح نفسه لو مسكته تجد فيه أصناف وأصناف، يقول لك فيه الحيان وفيه الزغلول وفيه البلح الأمهات وفيه اختلاف كبير جدا جدا جدا. لو دخلنا في الأصوات، في ناس أصواتها عادي، وفي إنسان تجد يقول لك صوت حلو جميل. الصوت الحلو نفسه يختلف اختلاف كلي. في صوت عالي رنان سبرانو قوي، وفي صوت تاني هادي بارتون عميق بيصدر من القرار من الصدر. بصمات الإنسان، بصمات الأصابع، شوف الأرض فيها كام مليار إنسان، مفيش واحد تتشابه بصماته مع الإنسان الآخر أبدا. القرآن ذكر الحياة دي من 1400 سنة، يقول بلى قادرين على أن نسوي بنانا، يعني قادرين إننا نسوي أصابعه. ده الكلام ده من 1400 سنة. طيب إيه علة الاختلاف؟ لما يكون في مثلا فنان تشكيلي
وبعدين تبص تلاقيه عمل لوحة جميلة قوي، يجي يعمل اللوحة التانية لازم في اللوحة التانية يبدع شيء جديد ما يكررش، يبقى اللوحة دي غير دي. الشاعر لما بيعمل قصيدة بيعمل القصيدة التانية فيها معنى جديد. طيب فما بالك لما نتكلم عن هذا الإله الخالق العظيم المبدع المصور؟ يبقى ده لازم في كل شيء من خلقه يكون فيه إبداع جديد، ويكون فيه تجلي جديد لأسمائه وصفاته الربانية. فالاختلاف سنة إلهية في كل شيء لغاية ما نتدرج وننزل لما نوصل لاختلاف في الفكر والعقائد، وهنا تكمن المشكلة. اختلاف في الفكر واختلاف في العقائد ده اللي قوم الحروب وده اللي بيعمل النزاعات، رغم ان ربنا يقول في القرآن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يعني ده من إرادته في مسألة الخلقة أن يخلق الكافر ويخلق المؤمن، لكن العقول ما تستوعبش ده. العقول عايزة كله على وتيرة واحدة، والخلاف أصبح في عصرنا خلاف دموي قاتل. لما نرجع لعصر الصحابة نلاقي مثلا صحابي زي عبد الله بن مسعود يقول لقد اختلفت مع عمر بن الخطاب فيما يربو عن 100 مسألة، فيما يزيد عن 100 مسألة. ويقول ومع ذلك لو أني علمت أن هناك كلبا يحبه عمر لأحببته لحب عمر إياه، ولوددت أن أكون خادما لعمر حتى أموت. يا بيحب عمر الحب ده كله، وهم مختلفين مش في مسألة واحدة، في 100 مسألة، لكنه عارف منزلة الفاروق. 100 مسألة. انت دلوقتي لو يعني واحد اختلف معاك في مسألة واحدة يعتبرك عدو على الفور فورا، وتلاقيه طول الزمن شايلها لك، يقول لك انت فاكر اما اختلفت معايا في الموضوع الفلاني؟ شيء عجيب. وبرغم كده الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يشوف ابن مسعود مقبل عليه يقول مرحبا كنيفا ملئ فقها وعلما. يبقى الاختلاف بينهم كان موجود، لكن ما كانش يحمل على الضغينة ولا يحمل على الكراهية. أما ترجع برضو لعصر الفقهاء الأربعة أئمة المذاهب، تلاقي الإمام الشافعي يجي في مرة يصلي عند مقام الإمام أبو حنيفة، وبعدين يترك القنوت في صلاته، صلاة الفجر، والقنوت سنة مؤكدة عند الشافعي. فتلاميذه يتعجبوا يقولوا له يا إمام هل غيرت مذهبك؟ فيرد يقول لهم إيه؟ يقول لهم لا، ولكن تأدبا مع صاحب هذا المقام، كيف أخالفه وأنا في حضرتي؟ يبقى ده شوف أدابهم مع بعض وهم أحياء وهم منتقلين، بيتأدب مع الإمام أبو حنيفة وهو في قبره. الشافعي في مرة تناظر مع رجل من العلماء اسمه يونس بن عبد الأعلى، قصة عجيبة قوي. والشافعي كان أوتي من البلاغة والعلم إن ما فيش حد يقدر يناظره إلا ولابد أن تظهر حجة الشافعي. ومع كده كان يقول قبل المناظرة يقول اللهم إني أسألك أن تجري الحق على لسان خصمي، يعني بيتمنى للخصم إن هو يصيب، مش يبقى واقف له على الغلطة، أو لو ما قدرش عليه مثلا في الجدال يبتدي يجيب بقى حاجات في حياته الشخصية، أو يقول له أنت فاكر الماضي بتاعك عملت كذا ويجرح فيه. لا، كان يدعو الله أن الخصم يوفق، ويقول ما ناظرت أحدا وأقمت عليه الحجة فقبلها مني إلا هبته واعتقدت محبته، وما ناظرت أحدا وأقمت عليه الحجة فردها علي إلا سقط من عيني. الشافعي ناظر يونس بن عبد الأعلى انتصر عليه في المناظرة دي، فيونس وجد في نفسه حتى أنه بقى لما يشوف الإمام الشافعي في الطريق يعني ياخد جنب كده ويعرض عنه، يعني كأنه مش شايفه. مر حال على الوقت دوت، وبيحكي يونس بن عبد الأعلى بيقول وإذا أنا في ليلة من الليالي أسمع باب بيتي يطرقه طارق، فيقول من؟ قال له محمد بن إدريس. فقال فوالله مر في خاطري كل إنسان اسمه محمد بن إدريس إلا ابن إدريس الشافعي. قال لما فتحت وجدته الشافعي فأمسك يدي بحنان
وقال لي يا يونس يا أبا محمد ألا يصح أن نختلف في مسألة ونظل متحابان؟ يقول فوالله ما رأيت ولا وجدت أعقل من الشافعي. نور نور كلمات أحرفها نور بالحب وبالشوق ضرور وهواها البيت المعمور ونداها يرتفع إليك لبيك إلهي لبيك. الله 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 قبس من صيد الرحمن يسبح في نور الإيمان ويلبي داعي القرآن فتهيم الأرواح إليك لبيك إلهي لبيك. الله الله الله